السلام عليكم، شلونكم؟ شو اخباركم؟ مش كل شي لا تحجين، كل شي لا تحجين. اعرف انا مقصرة كلش باليوتيوب، واصلا هاملته همال مو طبيعي. اليوم قررت الخاطر الحبيبات لي عتبين سمسمي بعد ما صعدناش، بعد ما قلبتينا قمت تشمرين علينا فيديوهات قصيرة قصيرة. يا حبيبات، اليوم اول ما بلشنا يومنا هسه بسم الله واصبحنا واصبح الملك لله. قعدت ذيك المرة قالت لي عمي ما سوينا دولمة، فقلت اليوم راح نسوي دولمة. جيت لقيت هي حايسة بالثلاجة الحجة ولقيت جناحات. قالت صارنا 3 أيام ناكل مرقات نريدهن شوي. قلت يلا عمي طلعيهن. طلعناهن وهنا نظفتهن وخليتهن بالبايركس، وراح نسوي تتبيلة من هاي اللي يحبها قلبكم مال شوي. هنا بصل وثوم، وراح أهرسهن بهاي الهراسة والخفاقة. عندي هنا بهارات تتبيلة مال دجاج. هاي طبعا اكو بهارات حارة واكو بهارات عندنا شو اسمه، هاي طبيعي يعني ما بيها حرارة، عمتي ما تتحمل الحرارة. راح أهرسهن بالهراسة واخلي فوقهن معجون، واخلي ملح، واخلي عندي تمر هند، تخلي الليمون بكيفك. بس هاي اكثر تتبيلة تعجبني، بيها حموضة، بيها على معجون، بيها طعم، النكهة تخبل. بعدين من شويتها واستوت بنات ريتها قدامكن كلش طيبة هاي التتبيلة. انا التتبيلة مال الدجاج عندي عالم واسع، هواي تتبيلات تصير حلوة، بس هاي التتبيلة على قولت عم ترد بيها نكهة بصل وثوم. خليت تمر الهند وخليت المعجون وشوية ملح وبهارات ما كثرت، خاف عمتي ما تتحمل. وشوية ماي لو عصير ليمون إذا تريدينها حامضة. تهرسينها بالهراسة وخلاطة بهذا الشكل وتنقعين بيها. جيت أنا تريدين عندك ورق زبدة حتى ما يلزق عندك هذا عندي مال بوتيتي، مال ورق مال بوتيتي. لفيتها بالتليفون ودخلتها بالفرين، ضل 2 3 ساعات بكيفها. بعدين من افتحها واشوفها رادلها تحميص، بس افتحها من فوق اخليها يعني يستوي من فوق. لو شلته سويت وشو مرته هنا، ورحت انا رحت اسوي التمن وهذا التمن اموت عليه كلش احبه بالشعرية. هنا حمست الشعرية. طبعا اكو شعرية عن شعرية تختلف، اكو شعرية ما تحب ماي واكو شعرية تحب ماي. عندي هنا بهارات برياني وبهارات مال ماجي بما انه الدجاج ما بي سوب. هنا أنا قريب تستوي، قصدي قريب اذب ماي، ضفت له بهارات لان ما يصير تحمس يصير مرة، فانتي حمسيها حمستيها بالزيت وهاي عم تطلع النكهة مالتها. هنا أنا الشوها مال، هنا ذبيت هيل يصير الطعم تمن هيل، وضفت ملح ونكهة الماجي خليته يتسكر بنات. شوفن التمناية تخبل والريحة تخبل هيل. وهاي التمن هذا اكله اصلا بدون شي، والله يعني نكهته كلش حلوة. دائما طريقتي بهاي التمن وبو شعرية اموت عليه. هنا يا محفوظات السلامة تقول لي سمسم انت شاطرة بالحلويات مو المعجنات، بس شو اسمه الطبخ مو شاطرة بيه يعني. الصراحة عمتي تحب تتفنن يعني بالترتيب. مثلا مرات طبخات منا أنا هي تجي تحضر للزلاطة، تعرفها إلها خلق. أنا ما أعرف، ما لي خلق، لي خلق أرتب بالحلويات بالمعجنات، بس الأكل والوجبات الدسمة ما أعرف. فاليوم على مود هاي الحكاية فقررت شوية على قولة ابني شيبو ماما مشتغلة مطعمة، يعني شاف هالتفنن قال مثل المطاعم هنا عندنا مطعم، وقعدوا يلبخون بيه وانا اسوي لهم، يلبخون بيه وانا اسوي لهم. هنا عندي الزردش او الزركش ما اعرف شو يسمونه، بس انا اعرف اسمه زردش. خليته وكبسته بطاسة، ما كبسته كله عم لا يصير عجينة يعني. هنا فطمة قاعدة وياي تباوع وتلم التمن. وسويت فد شي يعني اتيكيت، فد شي مميز على الغدا يتونسون بيه. شوفن طلع لي هيك شي، تخلينها يمها خسات يمها طرشات. طبعا انا مناك مسوين زلاطة، الزلاطة بيها خيار، اذا شفتن الخيار خيار ما يصير ويا الدجاج. صحيح مرات من تاكلينها هيك بوحدة تصير بي زفرة، ذا خياراية بوحدها. هنا شوفن شلت بعدين الدجاجة خليتها، شلت السيليفون او الورق وخليتها تحمص من فوق. هنا هيك بس للمنظر يعني كشخات وكذا، خلينا ورقات خسات. وهذا الطبق حلو. والصوص طبعا الصوص بعدين خليته بكوس لانهم ما ياكلون اكل ناشف ابدا. الصوص مال الدجاج يجنن، نكهته بصل وثوم وتمر الهند وفد شي حلو، بهارات هم فد شي حلو. الصوص حالاته هم بالصوص بنكهات حلوة مميزة. خلي تعزل المطاعم عيني شنية سمسم لديكم وتعلمكم هاي اتيكيتات جديدة حلوة شو اسمه. والدجاجة نكهتها تخبل. قلت هم اذا عندك غلاية هوائية شي
والله عليكم يحكين علي يقولون مو محترفة بالطبخات. فهي راد لها مزاج، ما اشوف اني انا ما انزل يعني فيديوهات وروتينات هواي، والعباس تصوير راد له مزاج وراد له خلق وراد له واحد مصحصح. وهسه هنا يا محفوظات السلامة صار الليل، فما بيا حيل اخبز اسم الله عليك، كان شوية طاقتني في لاونزي، قلت خل نسوي لهم شي خفيف على العشاء والسريع. فما لقيت غير خبز لحم بعجين او هيك بكيف ايش تريد تسمينها سمينها. هنا جبت لي تقريبا كيلو الا ربع من الطحين، طحين الحصة، حتى قلت اليوم طحين الحصة شفته مالتي ابيض، قلت خل اسوي بيه على ما انا اشتري طحين صفر، فهو حلو. وعندي شوية خطط ببالي حتى اسوي العجينة حلوة. جبت طحين الحصة شوية ابيض، خليت فوقه حليب حتى يطلع بعد ابيض. ايش بيه الكاميرا كالساعة قلبت. خليت خميرة وشوية ملح وشوية شكر وراح اعجنهن. من العجنة نص عجنة جبت زيت دبيت تقريبا ربع كوب. هاي الطريقة ما تضيفين ربع كوب زيت بنص العجنة، يعطيها للعجينة تصير هشة كلش هشة مو طبيعية، وتصير ناعمة عندك حلوة. جربوا هيك. شوفوا بطحين الحصة راح اسوي لحمة بعجين او نفس البيتزا يعني، بس انا احب العجينة شوية منفوشة، ما احب انها هيك مليصة. هنا أنا قلت ما أخبز يا محفوظات السلامة، نوبك أهلي ودولي عجين. طلعت أم خطية مريضة ورايحة للطبيب فما لحقت تعجين. فهنا قلت يلا خلي أعطيك لها الخبزات، بما أنها يعني حلوة أهلك يمك. والله أحس إنه أمم يمتى ما تحتاج سلعة، يمتى ما تريد تخابرني أنا ما بيه، مرات ما تقدر تسوي أكل، مرات طلعت صارت عندها شغلة ضرورية، فأنا قبال بيت هيك كلش. دزت علي واحد وقالت ليش اسمه، فرحت طقطقت لها الخبزات وانا خليت بعدين. والله انا من الناس ما عيش المريضة، قلت راح ابطل اطقطق هذين الخبزات بالتنور. بس بعدين قلت لا لا سمسم، لا طاقة ايجابية طاقة ايجابية، شجعي اهل اليوتيوب ينتظرونك. فشديت حيلي وقلت اكمل الفيديو. ناس سويتني على شكل شناقات وخليتهن يرتاحن، وهسه راح نشوف. شوفن حبيبات، راح اقول شن سبب الانقطاع. اولا انا اروح ويا الناس تحبني زين، ما اعرف احس ان اليوتيوب اكثريتهم يتهجمن علي. شلون مثلا انا من انشر فيديو ما صحيح انا هامله اليوتيوب، بس ما اعرف اكو هواي بنات تعليقات سلبية. فانا صحيح اليوتيوب انا اقول انا دائما وياك صريحة. هنا طبعا جبت هم ورق، عندي ورق زبدة بس قلت خل اسوي بهذين، عندي ورق هواي من عندهم اشتريت لستات. صحيح اليوتيوب بأرباح، وانا من قبل صلوات على محمد مشاهداتي قوية وارباحي قوية، بس بعدين انا والله ما تهمني الفلوس، لا محتاج انا ما ادري ناس تحبني قاعدة يمها. انا عفت اليوتيوب رحت الانستا ما بي ارباح مثل اليوتيوب. فانا شوف انا ثولة، انا احترف ثولة واحدة تدور يعني تدور طشة، تدور فلوس، تدور ارباح، والارباح موجودة باليوتيوب. انا عايفة اليوتيوب ليش؟ كم وحدة مرات تقتني واقول حتى ما يسون واحد يتعب عليهن. مع احتراماتي للناس الزينة الخيرة اللي دائما تحتب والله على عيني وعلى راسي، وهاي قاعد اسوي انا فيديوهات قصيرة سريعة، لان التصوير والله ياخذ جهد مو طبيعي. هنا هسه راح نرجع للحشوة. الحشوة مالتي سويت خلطت بسرعة خلطة سريعة، فلفل بارد وبصل وطماطة، واذا تريدين خليه شوية سنثوم. هنا جبت لي لحمات مثرومات وحمستهن وضفت هاي الخلطة وحمستها. يما بنات الخلطة هاي تجنن، يعني اعطت نكهة مو طبيعية، وشوية خليت بيها زيت مليان حتى الخبزة تصير فشي حلو. يعني مرات انا ما اشوف وصفات هيك من عندي، يعني هذا الحس الشيفي الحمد لله والشكر، اخترع اشياء من عندي انه النتيجة استلذ بيها. فانت بكيف كان ضفت البابريكا وشوية بهارات وملح وخليتها تحمس. حمستها حمسة تخبل، الريحة عطت بودك هيك بخبزة وتاكلينها. خليت معجون همينة وشوية بعدين ضفت له ماي. فاليوتيوب صحيح انا هاملته، بس ما ادري شو اسمه ما اشوف بيه تشجيع. فانت هسه قد ما بيش نشجع عني قشمرني بكم حكاية حلوة، خلني ارجع لليوتيوب. فرحت للانستا والله هناك ناس حلوة تشجع، تفاعل حلو. هسه موديل البنات اكثر شي يحبن الفيديوهات القصيرة، ما يحبن الطويلة، ما يحبن الروتينات، واليوتيوب يحبن الروتينات والفيديوهات الطويلة. فانا ما فارقة الصراحة، انا لو هذا صوره ذاك اليوم والله تعبت، جبت نقال عمتي وجبت نقال واحد اصور بيه عرض واحد طول. تعرفن انه اليوتيوب لازم تصوير عرض
والانستا لازم تصوير طول، وانا مخلت لي الموبايلين واصور بعد شلع قلبي. ومن هنا ترتيب وهاي سوالف الدرنفسية وما ادري شنو، خاف اشوفها وسخة وتعرف شي يفكك وهالامور كلها، فسالفة تطول. فقلت انا خلنا ادبها على الفيديوهات القصيرة احسن لي. والبنات قال لي احنا نحب القصيرة، يلا فارقات اللي حق نباوع. واكو نسوان ما عندهن شي قال نسبسب انت قاطع علينا مش قاضيتها الشمرين علينا فيديوهات قصيرة. فيا محفوظات السلامة، انت مش قد ما بيش نشجعني خلني سبسيم وهاي والله حلو هاي النوع كله. قلت انا علق لي يلا تعلق لي شوية، اريد تحفيز، اريد اشياء والله اللي مثل انا استمرات ابزمرهن شنو بسمرهن بكل ما تخليني يشجعني. هسه نرجع لسالفتنا. شوفوا بعد ما خليتهم بالهذين الورقات، فهاي الورقات ترى تيبس قصدي تلزق دير بالشر، بس اذا استوت من جوا هواي فما راح تيبس. فقمت انا شفتني شلون اسوي حركات بيها حتى ارد هاي الصلصة اردها تطب داخل. تعال راويتشن حبيبات على هذا الاختراع الرهيب. جبت جبنة اسمها الشيدار، دهنتها على وجه العجينة وجبت فوقها الصوص. يعني تخيلي طعمها شلون صار يخبل، احلى من جبنة البيتزا. جبنة البيتزا بس بيها مطة، طعم ما بيها. تريد لك جبنة مضبوطة ماكو. اذا سألني على جبنة مطاطية، جبنة عكاوي، بس عكاوي ما بيها طعم. اكو مرات اطيح لي بجبن بطعم زبدة يخبل، واكو جبن ما بيه طعم بس مطة. فهسه انا من رايح والله راح اعتمد هاي الطريقة، اجيب البيتزاية وادهنها هيجي، واجيب الحشوة مالتي وادهنها فوق، تصير طعم جبن على حشوة. الخبزة اريدها محمصة ومكسبة. فتشي يا بنات، لا هي فرنسية لا هي عراقية. تعرفون ان انا مو النوع اللي اسوي 100,000 نوع على العشاء وراح اسوي لهم هذا الخبز بلحم، خبز بعجين، بيتزا بكيفتش. ما يحبون لا زيتون لا يحبون فلفل، فانا خلطتها خلطة ناعمة حتى لا يقول بصل بيها وخايس جهال وسوالفهم. فمثل ما شفتني الحشوة حمستها ومردتها. عندي جبنة مال بيتزا همينة وخليتها فوقها. فهاي الشغلات اختيارية، فصدقني من تجيبن هاي الجبنة اسمها مكتوب عليها جبنة الشيدار وتخلطنها مثل ما شفتن تصير. وعندي التنور التندوري انا دائما استخدمه بالوجبات السريعة، النار مالته عالية همينه يوفر لي يعني وقت، مو مثل الفرن يطول وهاي. فالتندوري مثل الخبازة مثل يعني التنور الكهربائي بسرعة يشوي عندي. المهم شفتن بهاي الطريقة قمت اشوي بسرعة ما سرعة وخلصنا العشاء. هسه راح اشوفن شلون استوت من داخل والزقزقة والنقنقة ويلي. يعني مرة ثانية راح اسوي خطية فيديو قصير للجماعة لنستا يدللون علينا، لان الفيديو هذا شوفن هاي تشوفونها بالمطاعم يطلعونها والزقزق وتنقنق ويلي والله. وبعد ما تجيبن هذا بعد هاي طحين الحصة كافي. والطريقة شفتنها سويت بيها طحين الحصة شلون ضفت له حليب وضفت له هاي سوالف نفس عجينة الفطاير، وطلعت انه النتيجة تخبلهم يعني بيها مو معجنة، يعني حلوة بيها قرمشة شوية ميبسة. فمثل ما قلت كان والله عذرني ناس تحتب منا وناس تحتب منا، فمرة شمر على داكولا ومرة شمر منا أنا. ومثل ما قلت كان انا قشيمة مرات اصفين وطقطق اقول هسه اليوتيوب بي ارباح. انا عايفة اليوتيوب والناس موتة روحها على اليوتيوب وما تعود تصعد قناتها باليوتيوب. ومن هناك ناس الانستا خوش ناس والله، وكلكم على عيني وراسي وين ما تروحون. والله اكو خالات وعماتي كلهن يتابعني باليوتيوب ويحبن وقت فراغي يبغوا عن الفيديوهات. فإن شاء الله يا ربي شجعني حتى شنو أرجع لكم فيديوهات حلوة ومميزة. وأعوف جماعة الانستا وظل جماعة ذكولي لطمون. شوفوا هنا شو اسمه المطة. وإن شاء الله يا ربي يعجبكم الفيديو، واعتذر على التقصير وكلكم خواتي، ورجعت على مود اللي يحبوني والما يحبوني طبهم حمس وعلى عيني وراسي. يسلمكم العافية والله ريتها قدامكم. شوفوني شلون مستوية. عمتي إذا شافتها ما مستوية ما تاكلها، فأنا ستوتها كلش من هذا شوفوني شلون أحب عمتي، شوفوني شلون أعتني بيها، لا كثر بالأكل بهارات لا هاي، لأن أنا أكثر شي هنا جهالي يقرطون الخضر واليابس، فعمتي شوية مزاج.